أجندة يعني. لا، هو دورنا الأساسي كان هو خطاب البوليساريو، خطاب الرسمي للبوليساريو، خطاب الانفصال، خطاب شيطنة المملكة المغربية، خطاب شيطنة كل ما هو له علاقة بالمغرب، عدو، محتل، كل هذه التوصيفات كان دورنا هو أنه يعني نروجها بكثرة حتى تسكن في مخيلة كل صحراوي في المنطقة. النفخ هذا من جهة. من جهة أخرى كان دورنا أيضا هو يعني البحث عن كل ما هو من شأنه يعني خلق بلبلة أو زعزعة يعني الاستقرار في المنطقة يعني، وتأليب الرأي العام في كل يعني مشكل مهما كان، يعني ليس بالضرورة الأمور السياسية فقط، لكن حتى الأمور الأخرى ذات صلة بالواقع اليومي والاجتماعي، ذات صلة مباشرة يعني بإحداث مشاكل للسلطات المحلية هنا في المنطقة. يعني أنتم كإعلاميين وكيفاش هذا أحداث واقع أصلا في الأرض ولا اختلاق؟ في الغالب تكون يعني أحداث مش واقعة، يعني أحداث بسيطة يتم النسيج، يعني نخلقوا منه بروباغندا وهالة إعلامية كبيرة، ضجة، يعني حصار المنطقة وكذا، والحدث بسيط. بعد ذلك خرجت من البوليساريو. نعم. ما هو السبب الرئيسي اللي خلاك تغادر إعلام؟ والله خروجي من قراري يعني الخروج اللي لا رجعة فيه كان يعني نتاج تراكمات لأشياء نكتشفها، يعني لأنه مفيد جدا، إنه موقعي كان مفيد، لأنه موقعي كان صحفي، يعني بالتالي كنت مطلع على كثير من الأشياء، إلى جانب زياراتي المتكررة للمخيمات البوليساريو. هنا ستخلق لدي يعني تصورات جديدة على أنه الشعارات وكل يعني الأشياء التي استقبلتها وأنا مراهق إلى أن أصبحت شاب بدأت تتكشف أمامي أنه الواقع شيء والشعارات التي استقبلتها من قيادة البوليساريو شيء آخر. يعني كي رحت هنا كنتي ندوف كي مفهوم مثلا القبلية جريمة وطنية وما إلى ذلك. لما رحت للمخيمات أول سؤال طرح علي: أنت من أي قبيلة؟ عمر خليل بيلا، وهو ناشط سابق في البوليساريو ورئيس الإعلام والاتصال في حركة صحراويون من أجل السلام. الحكم الذاتي هو أجود وأرقى أنواع تقرير مصر. لماذا؟ لأنه يفصل في القضية، لا يوجد رابح سيدي. هذه هي الميزة الكبيرة للحكم. لا يوجد خاسر، لا يوجد خاسر في القضية. ثم الحكم الذاتي يا سيدي الفاضل، يجب أن يعلم الصحراويون أنهم سينعموا في الحكم الذاتي، وأنا أؤكد لك أن فترة الحكم الذاتي أفضل من الفترة التي نعيشها الآن 100%. السؤال الآخر، أنت بعد ما شفت البوليساريو وشفت بأنها لا تملك مشروع، اتجهت واحد الاتجاه، عندكم حركة صحراويون من أجل السلام. كيف حتى جتكم فكرة تأسيس هذه الحركة؟ هذه الحركة أولا هي مؤسسوها هو 100 قيادي وعسكري ومدني بالبوليساريو، أعلنوا القطيعة عن البوليساريو، أسسوا هذه الحركة السياسية واللي تزعمها السفير البوليساريو السابق في مدريد وسفيرها في أمريكا اللاتينية السيد الحاج أحمد بارك الله، وأحد الشخصيات التي بنت البوليساريو. الحركة جاءت من بين الأسباب المهمة، وهو نصف التمثيلية غير المشروعة البوليساريو، نصفها، لأننا نحن نحتاج أن نعمل في هذا الاتجاه، ثم تقديم آراء الصحراويين بالطريقة الصحيحة. نحن قدمنا مشروع سلمي، جئنا بخطاب السلام، حركة صحراويين من أجل السلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، خطاب الحركة حينما اختارت هذا النهج فهي تتماشى مع المنظمة الدولي. المنظمة الدولي يقول حل سلمي متوافق عليه، الحركة كذلك تقول حل سلمي متوافق، وتقدم نفسها للمساهمة في الحل. ما هي نظرتكم للحكم الذاتي كحركة؟ الحكم الذاتي، حركة صحراء من أجل السلام أكدت في عديد البيانات أنها تراه
مناسبا للبدء في المفاوضات، مفاوضات من أجل مفاوضات مع المغرب. ترى أن الحكم الذاتي هو أساس جيد جدا للبدء في المفاوضات، لأن أنا أظن أن الإشكال الذي يجده المنتظم الدولي اليوم هو إجلاس المغرب والبوليساريو في المفاوضات، ليس إيجاد حل. المعضلة في أن الطرفين لا يمكن يرفضون الجلوس. هذا إذا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أننا سنبدأ من الحكم الذاتي، ومن الممكن أن ننتهي بالحكم الذاتي، ومن الممكن أن ننتهي المهم أننا مستعدون للتفاوض من أجل الحل. وهذا أظن بأنه هذا مناظرين، عندكم تماما. نحن الحمد لله حضور هنا في مثلا في هذه المناطق. نحن عندنا تنسيقيات، ساقية الحمراء، وادي الذهب، ودنون، وفروع، وعندنا لجان هيكلية. وبالنسبة للانضمام في هذه الثلاث سنوات حقيقة فقط الأسبوع الماضي عندنا أنشطة مكثفة. اليوم عندنا نشاط باجتماع لأننا نحضر الندوة إن شاء الله. والانضمام هناك انضمامات كثيرة. اليوم وصلنا على ما 1500 عضو مسجل، وهناك حضور مكثف في الأنشطة. والحمد لله نشتغل في أمن وسلام ما كانش تضييقات نهائيا، خطابنا واضح، وهناك أمن وسلام. شوف، المملكة المغربية ليست ضد أي عمل يخدم مصلحة الساكن. هذا ما يجب أن تفهم بوليساريو، وعليها أن تنخرط على البوليساريو، أقولها كشاب، أن تنتهي من الجزائر. سبب بلاها هي الجزائر. نعم، يجب على البوليساريو أن تنتهي من الجزائر. ولكن المشكلة، ولكن ما هو يرجعوا هنا كيف؟ تنتهي بأمرين اثنين: تنتهي من الجزائر، ثم الانخراط بشكل جدي مع المملكة المغربية لإيجاد حل، أو الانتهاء من هذا المشروع والعودة. العودة والنشاط هنا سياسي. عودة، مسألتين عندنا. أنتم تنشطوا وهذا أفضل حل، لأن الجزائر أنت ستستفيد من المغرب، لكنك لن تستفيد من الجزائر.